قبل كده كنت رايح السايبر، قلت لعمه بتاع السايبر، قلت له عمو عاوز لعبه جي تي ايه. فيقول ايه ده جاتا؟ عندي اللعبه دي. فوراني لعبه كده غريبه، البطل بتاعه بسكسوكه وكل الناس تقريبا لابسه طياب مكسيكيه. قلت له لا يا عم انا مش عاوز اللعبه دي اللعبه دي مش جاتا. فقال لا هي جاتا. بص هي جاتا 200 جاتا 200. بص هو ادى اي رقم وخلاص، اللي هو ايه جاتا 500 جاتا 1000 جاتا مليون اي كلام، بس هو جاتا 200. قلت ماشي اجربها، ولما جربتها اللعبه كانت جميله جدا جدا. فعشان كده اللعبه دي بتمثل ايام الطفوله بطريقه غريبه، فيها كميه نوستالجيا جميله جدا، رغم ان اسلوبها عامله زي اسلوب الهنود اللي هو بيخش في جيش، يخش في عصابه كامله، يعني هو لوحده حمله من الاخر يعني. فده بصراحه اللي حببتني في اللعبه دي جدا. تقول لي طب امال يا عم الحاج مش المفروض لعبتك المفضله هي لعبه ماكس بين؟ لو انت لسه ما اتفرجتش على الفيديو بتاع اللي انا كنت بتكلم فيه عن ماكس بين تلاقيها برضه عند الاي اللي فوق. فاقول لك هي لعبه ماكس بين على فكره كانت بتمثل لي ذكريات جميله، بس لعبه توتال اوفر دوس ليها طعم تاني خالص. ده بقى اللي بيفكرني بايام العيد بجد، اللي هو ايام لما كنت بقعد في السايبر بلعب اللعبه دي، وانا كنت مقتنع اشد الاقتناع ان هي لعبه جي تي ايه، لان فعلا اسلوبها زي اسلوب جي تي ايه بالظبط. يعني لو روك ستار فكروا ان هم يعملوا جي تي ايه في المكسيك تطلع لعبه توتال اوفر دوس ده بالتاكيد. وكمان دي مش الحاجه الوحيده اللي حببتني في اللعبه، كمان الحاجه اللي حببتني في اللعبه وهي السلو موشن. رغم ان السلو موشن بتاعتها مميزه وفعلا كويسه وحلوه جدا، هي متاخده السلو موشن ده من الماكس بين، بس مش دي برضه الحاجه الوحيده اللي بتميز توتال اوفر. اللعبه تحسها مكسيكيه جدا، انك سافرت مثلا بلد تانية بشخصيات مختلفه باماكن مختلفه، كل الاماكن فيها صحراويه، يعني اللعبه فعلا مختلفه من كل حاجه وبتنقل شويه من الثقافه المكسيكيه. بس برغم بقى ان اللعبه دي كانت حلوه وكلنا حبيناها، الا ان اللعبه دي كانت هتنحذر في المكسيك. والله زي ما بقول لك كده، عشان قصه اللعبه بتتكلم عن واحد اسمه راميرو، ده المفروض نصه امريكي بيقتل في العصابات المكسيكيه. هو اللعبه جايبه بصراحه ان كل المكسيكيين عندهم عصابات، وبص هم كلهم تجار مخدرات وسلاح والكلام ده، فهي بصراحه صوره نمطيه مش حلوه يعني. عشان كده اللعبه دي اتهاجمت تماما من المكسيك، ولكن مع مرور الوقت عادي الناس بدات تتقبل اللعبه وبدات ان هي تلعبها عادي في جميع انحاء العالم. فبس يلا بينا نبتدي نخش على قصه اللعبه، لان انا متحمس جدا اقول لكم على قصه اللعبه. وقبل ما نبدا الفيديو، شكرا جدا جدا للناس اللي سالت عليا، واسف جدا ان انا اتاخرت كل الفتره دي، عارفين امتحانات فاينل والجامعه عندنا والكلام ده، بس احب اقول للدكاتره دي حاجه واحده بس: خلصت امتحاناتي يا ولاد. اللعبه بتبدا بواحد اسمه انريستو كروس، بنشوفه بيقتل كل الناس اللي موجودين في الغابه، وهنكتشف ان هم يعني عصابه بتهرب المخدرات وكده يعني. وهو طبعا عشان يبين لنا ان هو شخص جامد جدا بيقتل الناس بسهوله، ويعني بص يعني فيلم هندي. بص انت ما تاخدش بالك انت من الحوارات اللي هتحصل في اللعبه، عشان يعني اللعبه فيها حاجات هنديه كتير، تحس ان هي خارجه من ام سي بوليوود كده. المهم ان هو في وسط ما هو بينزل في الحبال، في واحد ببازوكا دمره، فنزل زي في مستودع او مخزن يعني. والمفروض ان انريستو ده كان بيحاول ان هو يجيب ورق مهم بيكشف عن هويه واحد اسمه البابا موريتي. وطبعا هتتسال هتقول مين البابا موريتي ده بص الجاد فازر ده، اللي هو الاخ الكبير بتاع العالم الاجرام والمخدرات والسلاح والكلام ده كله. فالمهم ان هو من بعد ما خلص وخد الورق كلم صحابه ياخدوه بطياره عشان بقى يروحوا معاه وينقذوه من العركه دي. فمن بعديها وهم في الطياره هنكتشف ان هم خاينين وهيرموا انريستو كروز ده بره الطياره، وهنكتشف بعد كده ان دول تبع البابا موريتي اساسا. نسيت اقول لكم على حاجه: انريستو كروز مخلف اتنين، توني كروز وواحد اسمه راميرو كروز. راميرو كروز شغال اساسا في تهريب المخدرات، يعني بص حاجه حرام في حرامي. اما توني كروز هو شغال في مكافحه المخدرات، وده اللي احنا هنفهمه بعدين، هو شغال في مكافحه المخدرات زي ابوه. فالمهم ان الاختلاف بين الاخوين دول ان راميرو شايف ان هو عادي قضاء وقدر، بقى مات ولا حصل له اي حاجه هو مش مهتم مين اللي موته يعني. اما توني كروز كان بالعكس مصمم ان هو يعرف مين اللي موت ابوه. فمن بعديها توني اتفق مع واحد اسمه ماركو، ده المفروض واحد تبع عصابه رئيسها اسمه سيزر، ولكن توني هيعرف من ماركو ان سيزر ده عارف حاجه في موت ابوه. فماركو اقترح عليه اقتراح، قال له انت المفروض تعمل حاجات وتموت العصابات اللي ضد سيزر ده عشان سيزر يشوفك ويعترف بيك ويضمك للعصابه. ماركو ده اساسا مخبر ومدسوس اصلا جوه العصابه. فالاقتراح عجب توني، وماركو قال في عربيه او شاحنه في الصحراء تبع العصابه المضاده لسيزر، فانت روح فجر العربيتين وموت كل الموجودين في العصابه عشان سيزر يعرف ان انت اللي عملت كل ده والكلام ده، ويضمك معاك في العصابه يعني وكده. وبالفعل وموت كل الناس اللي في العصابه، وكمان فجر العربيتين النقل. ولكن في وسط ما هو بيضرب الراجل الاخير هو كان واقف جنب بنزينه، وهو المفروض الراجل الاخير ده كان معاه قنبله. القنبله دي وقعت عند البنزينه، ومين واقف جنب البنزينه؟ توني. ايه اللي حصل؟ انفجر البنزين عليه وجات له اصابات. ما تسالنيش جات له اصابات ازاي، المفروض كانت تقطع حتت، حلقه زي كده، المنطق زيرو. المهم ان توني كده شاف ان الخطه بتاعته فشل، فايه اللي حصل؟ كلم اخوه
راميرو. توني عرف راميرو على كل حاجه وقال له يا اسطى ده سيزر ده عارف حاجات كتير عن موت ابونا وبتاع، واحنا المفروض لازم نتصرف وبتاع عشان نعرف يعني الحقيقه والسر وكده. راميرو كان شايف ان عادي يعني ما هو مش مهتم، ولكن توني قال له لو عملت اللي انا بقول لك عليه اوعدك اللي انا هشيل لك كل القضايا اللي عليك. ما نسيت اقول لكم اساسا راميرو كان عليه قواضي وبلاوي يعني، فيعني توني بيقول يعني انا هسقط لك كل الجرايم اللي عليك، ولا بلاش هسقط لك يا جماعه عشان في امتحانات وبتاع وثانويه عامه، ربنا معاكم يا رجاله، فيعني اشيل لك كل القضايا اللي عليك اهو. كويس الصيغه دي. فمن بعديها راميرو وافق وقال خلاص يا عم شوف انت هتعمل ايه وانا معاك. فتوني طلب منه ان هو يقابل واحد كده يديله سلاح وادوات والكلام ده. فمن بعديها فعلا راح للراجل او الضابط ده، يعني عادي دوره في القصه مش مهم قوي فاحنا مش هنركز عليه. فمن بعديها هياخد الاسلحه منه والمفروض ان هو هيروح يقابل ماركو. ولكن ايه اللي حصل بقى؟ ماركو ده اساسا بيجري من ناس ناصب عليهم تقريبا، ولا لعب معاهم قمار وخسروا، ولا ايه اللي حصل؟ فبيجروا بالدين عاوزين يمسكوا ماركو ده. فالمهم ان انت يعني هتحمي ماركو ده فتره، هتاخد العربيه الموجوده في الجراج وتجري بيه وتهرب بيه يعني. فمن بعد يعني المهمه دي راميرو قال لماركو انا عاوز اوصل لسيزر، ولكن ماركو قال مش بالسهوله دي، المفروض يعني ان انت تعمل حاجات او ان انت يعني تثبت لسيزر اللي انت جامد يعني وكده، تضرب او تضر العصابات الايه، العصابات المضاده لسيزر يعني. فراميرو من بعديها ضرب فعلا كل العصابات اللي موجوده والمضاده لسيزر ده. فيعني من بعديها يعني بشويه احداث ماركو بيقول لميرو قال ان هو سمع عنك كلام حلو وبتاع، فانت يعتبر جاهز ان انت تقابل سيزر يعني. فبالفعل راح راميرو قابل سيزر، تحس ان هو الجو بتاعه جزار في نفسه كده وقاعد يقطع في لحمه وبيقول ان انا سمعت عنك كلام حلو يعني وكله تمام وانا عاوزك في خدمه. فراميرو قال قول يا عم شوف انت عاوز ايه وبتاع، واحنا ايه رقبتنا سداده يعني. هو ما قالش كده بس انا ايه بقى. فالمفروض بيقول ان في عصابه منافسه ليا اسمهم الفرخيليوس، والله اسمهم كده. المهم ان العصابه دي نقلت المزارع بتاعتهم لمدينه جنب مدينه سيزر، ومعنى كده ان هم ايه بينافسوا في السوق. من الاخر عاوز يخلص منهم. انا كل اللي عاوزه منك يا راميرو انك تعمل حاجتين، اول حاجه انك تدمر كل الخزانات بتاعتهم، تاني حاجه انك تسرق عربيه رئيس العصابه وخلي انجل هي اللي توصلك فما تقلقش. وبالفعل انجل بتوصله راميرو المكان بتاع العصابه ودمر كل خزانات الوقود بتاعتهم، وبالاضافه لكده سرق عربيه رئيس العصابه. من بعد المرحله دي هيروح لسيزر بالعربيه بقى بتاع رئيس العصابه وقال له اتدخر كده شويه ودمر العربيه. ايه ده يا عم انت كنت تقول له دمرهولك وخلاص. المهم ان من بعديها بكام يوم سيزر استدعى راميرو تاني وقال له ان عصابه الفرخيليوس سرقوا منه اكبر 3 عربيات نقل عنده. المهم يعني راميرو المفروض انت تروح تسرق منهم ال3 عربيات دول. وبالفعل راح وقابل انجل. لما وصل انجل بتقول له انت بس كل اللي عليك انك هتحط بس العربيات واحنا هنوصله. فراميرو بالفعل راح وخلص على العصابه كلها وخد فعلا 3 عربيات. فانجل طلبت منه ان هو ياخد العربيه المفخخه دي ناحيه المخزن بتاعهم او المخزن اللي فيها شغلهم كلهم. بالفعل خد العربيه المفخخه دي وادالهم في قلب السفينه بتاعته. فمن بعد ما خلص المهمه دي راميرو كان بيكلم توني وبيقول له سيزر عامل اكبر عمليه تهريب، والمفروض ان احنا هنجهز بقى وهنطب عليهم في الوقت ده. فالمفروض ان احنا هنكتشف ان انجل تصنت عليهم. انتوا كده عرفتوا ايه اللي هيحصل، بس استنى عليا شويه، استنى دلوقتي. المهم ان سيزر استدعى فعلا راميرو وقال له ان في اكبر شاحنات يعني التهريب وكده، والمفروض طلب من راميرو ان هم يامن لهم السكه، اي عصابه مضاده ولا حاجه عاوزه تدمر الشاحنات دي تخلص منهم تماما. بالفعل راميرو دمر العصابات دي واتفاجئ ان هو خلاص مهمته خلصت لغايه هنا، اللي هو خلاص مش هيعدي او مش هيروح المكان السري اللي العربيات دي هتروح. المفروض ان الخطه كده هتبوظ. ايه اللي حصل بعديها؟ فاستخبى في سطح العربيه يعني بتاع النقل. بعد ما العربيات هتخش راميرو هيهجم على العصابه كلها وهيفتح البوابه، هيلاقي بقى عربيات بقى بوليس ومن قوات خاصه دخلت واقتحمت المكان السري اللي هم بيقولوا عليه. فمن بعديها سيزر عمل عليهم كماشه واكتشفنا كده ان هو كان محطوط في كمين. دخل وهجم على الشرطه والبوليس واللي هم يعني بتوع القوات الخاصه، ضربهم كلهم فجرهم. فراميرو في وسط ما هو بيحاول يهرب من المكان ده وهرب بالفعل وخرج بره. فجاه اتفاجئ بانجل راكبه عربيه وبتقول له خش دلوقتي ورا واضرب يعني اي حد يتعرض لنا يعني وكده عشان تامن لها السكه. هنفهم بعد كده ان انجل دي كانت اساسا طلعت ظابط يعني في مكافحه المخدرات واحنا ما نعرفش. فمن بعد مطارده طويله والصاروخ اللي مش عارف دخلت من العربيه ازاي وما اتفجرتش، ما تسالش ازاي، بص ما تسالش. انجل بتقول انت خلاص كده يعتبر اتكشفت ومش هتقدر تتعامل مع سيزر تاني. طب اعمل ايه؟ طب ايه اللي انا ممكن اعمله؟ قلت انت حلك الوحيد هي حاجه واحده بس، هي انك تقدم للعصابات المضاده خدمات بقى وكده، انك يعني تهرب لهم حاجه بتاع يعني تقدم لهم الولاء والطاعه. اللي هي العصابات المضاده اللي هو يعتبر
في اول ما راح. وبالفعل راح للعصابه بتوع الفرخيليوس، وراميرو كان عارف ان المفروض العصابه دي في اجتماع دلوقتي. راميرو فعلا هيروح ويضرب الناس العصابه ويقتلهم كلهم ويخش على الترابيزه بتاعت الاجتماعات بتاعتهم. وبعد كده وهم رافعين عليه السلاح وبص موقفه زي الزفت، يقول انا هعرض عليكم عرض مش هترفضوه ابدا. من بعدها بالفعل عصابه الفرخيليوس دول هيساعدوه وهيقولوا على معلومات تهم راميرو قوي، وهو ان احنا هنكتشف ان سيزر ده اساسا يعتبر دراع يمين لواحد احنا ما نعرفوش لسه. هي بس كل اللي احنا نعرفه ان في معلومات مهمه جدا وسريه جدا هنلاقيها في خزنه سيزر. فراميرو هيتصل بانجل هيقول لها فين الخزنه دي. الخزنه دي موجوده في بتاعت مصارعه السيران دي، اللي هي بتاعت التيران دي اللي انت بتشوفها في الاسبانيا. وبالفعل هيروح اللي هو الحته بتاعت مصارعه السيران دي وهيضرب كل العصابه اللي موجوده، وكمان هيتحدى سيزر وهيضربه لغايه لما هياخد المفتاح من رقبه سيزر. من بعد ما هيفتح الصندوق اللي فيه الخزنه هيكتشف ان هي عليها قنبله. فراميرو بيقول لتوني اني سلك اقطعه، يعني انا عاوز اقطع السلك الاحمر ولا السلك الازرق. فتوني بيقول له بكل ثقه بيقول له السلك الازرق. فراميرو ما كدبش خبر وقطع السلك الزرق. فاكتشف بعد كده ان القنبله ما وقفتش، لا زودت من سرعه العداد اكتر. فراميرو اكتشف من النوير كده ان في موتوسيكل، فخد الموتوسيكل وانفجر الحاجه كده من وراه زي ما انت شايف كده بسلو موشن كده جميل. فمن بعديها وصل الرسائل وداها لانجل عشان تعرف هي ايه اللي مكتوب، يعني ايه الحاجات اللي مكتوبه وكده. فانجل مش هتعرف تقرا قوي لان هو الكلام كان شفره جدا، هو الكلام ما كانش مباشر بين سيزر وبين واحد هنكتشف بعد كده ان هو اسمه بي ام. اكيد انتوا فهمتوا مين، يعني مش محتاجه ذكاوه. البابا موريت، بابا موريت. فراميرو اتصل بتومي بيقول له على كل حاجه كانت موجوده في الرساله دي، هو اللي تبع كل ده، ان ابوهم يعني يموت والكلام ده. ولكن برضه راميرو قال لتومي ان في واحد كان مذكور في الرساله اسمه الفيس، كلم ماركو كان الفيس ده مين، ازاي اوصل له يعني وكده. فماركو بيقول ده معاه فيلا كبيره بحمام سباحه كبير ومتروسه حراس، وانتوا عارفين طبعا ايه اللي هيحصل. يعني بيقول ان انت محتاج لمركب يبقى سكتك احسن. المهم يعني ان راميرو هيعمل للعصابه دي يعني معروف وكده يعني، وبيقدم له خدمات بالمقابل يعني ان هم يدوا له مركب. ماركو يعني بيقول انا عاوزك بقى ايه تبقى هادي وما تعملش اي دوشه وخليك ايه شخص متسلل كده وخليك راسي. ومن بعديها انتوا عارفين بقى ايه اللي هيحصل. راميرو رمى كلام ماركو ده في الزباله ودخل بص انك لميت وانهم لميتون وخلاص دخل عليه. يعني المفروض ماركو بيقول لك 1 2 3 رميت كلامه عند الشيخ شحاته حرفيا. فالمفروض ان هو ضرب كل الحراس الموجودين والكلام ده كله. يعني المهم يعني ان هو هيقابل الفيس ده وهيقول له ازاي اوصل للبابا موريت ده. الفيس بيقول انا اصلا كل اللي اعرفه ان هو كان بيتصل بيا، انا عمري ما شفته ولا حصل اي حاجه ما بيننا، بس هو كان بيكلمني بيقول لي ان هو كان طالب اي توابيت خلص يعني من الجثث اللي موجوده يعني وكده، وبحط فيها اسلحه وبحط فيها جنود والكلام ده. فتومي بيقول لراموري خلاص يعني روح خلاص كده احنا عرفنا وخدنا غرضنا من الفيس ده. في وسط ما هو خلاص راموري هيروح، الفيس بيقول لا مفيش مروح، دخل بالعصابه. والمفروض زي ما انتوا عارفين يعني راميرو جامد جدا يعني وكده، خلص على العصابه كلهم وخلص عليه. فالمهم ان من بعد المدعكه دي انجل بتتصل براميرو وبتقول له بابا موريتي عرف كل اللي انت بتعمله ده وكده، وان واسطته كبيره جدا، فبعت لك جيش حرفيا بص يوقفوك يسر اللي هو خلاص انت اتحبست. زي ما انتوا عارفين مفيش حاجه مستحيله مع راميرو يعني. فدخل بالعربيه وموت كل الجنود عدى بيها الجسر. المهم ان من بعد الحوار ده كله قدر تومي ان هو يعرف مكان الجنرال ده، وقال لراميرو ان هو يروح لماركو عشان يوصله بالطياره للمكان اللي هو تقريبا نفس المكان بتاع المرحله الاولى، الله اعلم مش عارف. المهم ان راميرو دخل وضرب الجنود كلهم وبتاع وبما فيهم كمان الجنرال. فمن بعد ما خلص العركه دي كلها حرك الساتلايت للجنب شويه عشان يعني يوصل للشبكه او للايه بتاعت مكافحه المخدرات وكده عشان يعرفوا كل المعلومات. المهم ان تومي بيكلمهم وهم في الطياره خلاص مهمتكم خلص وخلاص كده راميرو انت كده خلاص خلصت مهمتك وكده خلاص احنا مش عاوزينك حاجه يعني. والمفروض ان راميرو راح للشقه بتاعت انجل يعني وكده، اكتشف ان في عصابه، فضل يضرب فيهم وكده وما لقاش انجل في البيت خالص. بعد المهمه ان هو يعني يعتبر خد المعلومات بتاعت الجنرال ووداها يعني لتومي، هيكتشفوا بعد كده ان كان في رسائل اساسا من البابا موريتي ده للجنرال بيقول له يعني ان المؤسسه اللي هي بتاعت مكافحه المخدرات دي ما كانوش بيتخلصوا من المخدرات ولا حاجه، ولكن هم بياخدوا المخدرات دي وبيبيعوها. فيعتبر المعلومات دي خطيره وما ينفعش ان هي تبان للنور ابدا. والمفروض ان القطر ده هيروح في حته سريه تحت الارض يعني وكده، والجيش هيخش ويقبض بقى على ايه او يقتل يعتبر الناس اللي موجودين جوه المؤسسه دي او جوه المبنى ده يعني. المهم ان في حد هيقطع كلامهم بواحد اسمه كولونيل جونسون، مش الشامبويه سخيف. المفروض يعني بيقول خلاص برافو اللعبه كده انتهت جيم اوفر باختصار كده ومن الاخر استسلموا. فالمفروض ان راميرو بيسمع كل ده، بيسمع المحادثه بتاعت جونسون ده، وهيعرف كمان ان انجل مخطوفه في القطر ده. طب انت هتتسال دلوقتي هتقول مين جونسون ده اساسا؟ جونسون ده هو
هو اساسا الجاسوس بتاع البابا موريتي من الاول، وان كل المعلومات اللي وصلت لبابا موريتي ده كانت من ضمن او من المعلومات اللي وصل لها جونسون. فالمهم يعني من بعد الحوار ده جونسون هيديهم حقن تخديري يعني وكده، هيخدرهم كلهم وهيمشي. فراميرو راح بدون تفكير للمبنى بتاعت اللي هي مكافحه المخدرات، لقى ناس من تبع جونسون، فضل يضرب فيهم لغايه لما لقاهم واقعين على الارض، وادالهم حقن ادرينالين عشان يفوقوا تاني. فلما هيوصل هيعرف من تومي ان هو اساسا في قنبله تحت المبنى اللي هي المبنى السري يعني بتاعتهم، وبدون اي كلام راميرو راح عشان يلحق القنبله اللي هتنفجر ده، وبالفعل راح لقنبله، ولكن لقى سلوك كتيره برضو كده، فهو خاف يقطع اي سلك منهم ويحصل زي المره اللي فاتت. فبيني وبينك يعني راح خد العربيه اللي هي اللي بتشيل الاحمال دي وداها القطر، والقطر ده فضل يتحرك لغايه لما وصل للقطر بتاع جونسون، نط منها وحصل انفجار بقى رهيب كده وراه، يعني حاجه كده ايه هوليوود. المهم ان هو خلص على العصابه اللي موجوده في القطر كله، ولكن هيعرف من تومي ان المفروض في طيارتين هيقذفوا الجسر اللي هيتحرك فيها القطر ده. راميرو بيقول له ازاي وبتاع، ده المفروض انجل في القطر. تومي قال له اتصرف بقى، شوف انت يعني هتعمل ايه، عشان هم المفروض هيوصل بعد 10 او 5 دقائق. فبالفعل راميرو هيروح ويضرب كل العصابه اللي موجودين والكلام ده كله، ولكن لما وصل عند جونسون فصل القطر بينه وبين راميرو، وما قدرش راميرو ان هو يوصل للناحيه الثانيه وكده. وتفاجئ كمان ان في طيارتين قذفوا بالفعل الجسر ده. ففي وسط ما هو راميرو حس بالاحباط وخبط صندوق بدون اي سبب برده كده، لقى موتوسيكل. رجعت له الامل من جديد وركب الموتوسيكل، هيروح للقطر بتاع جونسون ده، والمفروض ان هو يساب القطر ما تفهمش ازاي برده، عن الموتوسيكل قدام وهينقذ البت اللي هي اللي اسمها انجل دي يعني. والمفروض ان هما الاثنين نطوا بالموتوسيكل مع القطر، القطر وقع وايه والموتوسيكل هو اللي كمل يعني. المهم ان هو خلاص كده خلصت الحكايه، والمفروض ان جونسون ده خلاص مات. وجاله اتصال من تومي قال له ان خلاص كده كل القضايا اللي عليك سقطت خلاص، وانت كده يعتبر انت حر ابتداء من هنا ورايح يعني، وخلاص كده خلصت اللعبه. بس انت برضو ما لاحظتش حاجه، احنا لسه برضو ما نعرفش مين البابا موريتي. وبس كده، هو ده قصه اللعبه يا سيدي. ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك معايا في القناه اشترك معايا في القناه. ويعني شكرا جدا على العوده الرهيبه دي يعني من بعد الامتحانات، فشكرا جدا جدا يعني. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.